وعودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى الخبر الخاص بالانفجار الذي وقع في مدينة طابة وخلف 3 قتلى و13 جريحا آخرين من الإسرائيليين المتواجدين للسياحة في هذه المنطقة. ينضم إلينا لمزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة من طابة ياسر، وهو أحد شهود الأعيان. ياسر، لو تحدثنا أكثر عن مشاهداتك لما حدث في هذه الواقعة. والله يا فندم احنا كنا موجودين في القسم وسمعنا الانفجار. خدنا العربية وطلعنا على المنفذ. لقينا الاتوبيس في شنط نازلة من الشنطة بتاعت الاتوبيس وانفجار، وفي أشلاء على الأرض. وطبعا بالعربية بتاعتنا وناس أهل الخيار شالوا حوالي بتاع 3 أو 4 جثث. بس كانوا بيقولوا إنه هو الاتوبيس يعني فيه 52 أو 50 حاجة زي كده. وحاجة يعني واقفة حال. والله احنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا من ضمن هنا معاي مخبز بلدي ومدعم بشلن، بس برضه حال البلد واقف، والحادثة اللي حصلت وقفت حال البلد أكتر. في أي منطقة تحديدا وقعت الحادثة أستاذ ياسر؟ تحديدا يا فندم يعني جبال بعد البوابة الثانية للموزمبيق، قصاد البوابة بتاعت الهيلتون بالظبط. قصاد بوابة الهيلتون في طابة. ايوه قبل قصاد بوابة الهيلتون بحوالي 3 متر كده. طيب، هل في مسرح الحادث يعني ما يشير إلى أن الحادث مثلا وقع نتيجة سيارة مفخخة أو حتى يعني دراجة بخارية مفخخة أو ما إلى غير ذلك؟ لا يا فندم، هو احنا لما رحنا لقينا الاتوبيس واقف. خدت البال حضرتك؟ في شنط نازله من الاتوبيس كان جاي من سانت كاترين. يا دوب وقف الاتوبيس وبعديها ب3 دقائق الحادث حصل. فسالنا واحد مندوب الاتوبيس بنقول له ايه اللي حصل؟ قال في كانت عربيه واقفه جنب الاتوبيس وخدت بعضها ومشيت. بس ده ما يأشرش ان الحادثه حصلت هنا. ان الانفجار اكيد حاجه جايه من بره مع الاتوبيس. يعني حاجة جاية من بره مع الاتوبيس وانفجرت لحظة وقوفه أمام الفندق. بالظبط مظبوط، على ان هو ينفجر هنا، لان البلد هنا بصراحة الامن فيها شديد، واحنا قاعدين هنا من بدري من فترة جامدة. انا قاعد هنا بقالي بتاع 15 سنة. يعني هنا الامن يعني بصراحة احنا اشيد ان الامن كويس، والمنفذ بره والكمين كويس. يعني ما فيش اي حاجة هنا تخش بسهولة. ده منفذ واحنا دم دولة يعني ما يسمحش لاي حد ان يعدي كده وخلاص، او اي حاجة غريبة تعدي كده وخلاص. طيب، كانت هناك انباء نقلت عن CNN تقول ان هناك اطقم اسعافات وسيارات اسعافات سيارات الاسعاف دخلت الى طابة لنقل جثث المصابين او جثث القتلى وكذلك المصابين في هذه الحادث. هل شاهدتم هذا بالفعل؟ مصرية يا فندم طبعا. مصرية فقط؟ وقت مصرية فقط يا فندم. دي مصرية فقط. يا دوب الحادث حصل والاسعافات وعربية المطافي وجميع اجهزة الامن طلعت على طول. احنا واقفين، حتى انا من ضمن معايا عربية طلعت بيها وشلت ساعات، وفي ناس يعني برضه طلعت وساعد. مصرية بس. طيب، يعني تقريبا وفق مشاهداتك عدد الجرحى كان كام تقريبا؟ تقريبا احنا يعني شلنا حوالي 3، وفي بعض من الزملاء شال يعني، والاسعافات حوالي بتاع 3 حاجة زي كده يعني. 3 قتلى وليس مصابين؟ 3 مصابين. احنا شلنا 3 مصابين يعني فيهم الروح لسه دول، يعني ربنا يتولاهم برحمته. لكن القتلى انا بصراحة ما شاهدتش. الناس اللي كنا بنشيلها كانت ناس يعني حية. لكن انت كنت تحدثت في البداية عن أشلاء. ايوه يا فندم، اشلاء كانت متناثرة على الارض يا فندم، واحنا بقينا نلم في الاشلاء دي هي بتاعت الناس. طبعا اكيد في ناس ميت. نعم. طيب، اشكرك شكرا جزيلا ياسر، وهو احد شهود العيان. حدثنا من منطقة وقوع الانفجار في طابة الذي خلف 3 قتلى و14 جريحا وفق وكالة الأنباء الفرنسية، وكلهم من الإسرائيليين، والحافلة كانت قادمة من سانت كاترين إلى فندق هيلتون بطابة.